كتب مظلوم لظالمه: ستراني في عقوق أبنائك وغدر من حولك وهجر أصحابك، ستراني في دعائك الذي لا يستجاب، ستراني في كل أحلامك المحطمة، وفي مرضك وضعفك وفشلك في أعز ما تملك. أذاقك الله قلة نومي وهمي وحزني وكسرة قلبي، وما أصبتني به عدلا لا انتقاما. كثير من الأوجاع في الدنيا سببها دعوة مظلوم. حسبنا الله ونعم الوكيل، فاحذر أن تكون ظالما. ربما بالظلم تستطيع أن تملك كل ما تريد، ولكن بدعوة مظلوم واحدة تفقد كل ما ملكت. اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. من يظلمك يمده الله بتأخير الحقوق، فيظن أنه على حق وأنه انتصر، ولكن مع مرور الأيام تظهر عدالة الله سبحانه، ويعود لك حقك بشكل مباشر أو غير مباشر دون سابق أوان. لهذا لا داعي للتخطيط للانتقام، لأنه لا يوجد أقوى من عدالة الله وقدرته. من ظلمك تحدى الله، ومن يستطيع تحدي الله؟ انتقام ربي عظيم لدرجة تذهل قلبك.